البيد الأمارة جنوا ظلموني، والسمر العذارى يا ريت ينصفوني. البيض جرحوني برمش العيون، راحوا وفاتوني لنار الظنون. يا بدر تحت السما عليل وعز الدواء، أمانة تبعت ضياك للي ظلمني في هواه. بلغهم سلامي البيد الأمارة، أشواقي وغرامي للسمر العذارى. كاس الزمن بيدور على اللي راح مني، اصبر على المقسوم فين راح يروح مني. ولا الشجن دايم ولا النعيم بيدوم، لك يوم يا ظالم يا ظالم يا ظالم في راح تبات مظلوم. أنا بكلمكم على أغنية في أربعينيات القرن الماضي. ده وابور الزلط اللي كان بيمهد الطريق لجيل هيرعب مصر بعد كده. عبد الحليم حافظ كان عازف في الفرقة بتاعته، وتأخر هو في يوم، كان يعني متقرنن شوية قرنات النجوم، فدخلوا عبد الحليم يسجل. هو تعصب حسب الروايات، احنا ملناش دعوة. هو تعصب وحاجات من دي نجم بقى، نجم. وعبد الغني السيد ده كان مكسر الدنيا. الأغنية دي تلحين ملحن، أنا من وجهة نظري المتواضعة إنه اتظلم في مصر المحروسة، محمود الشريف. محمود الشريف ده كان عبقري. أغلب الأغاني بتاعت عبد الغني السيد في الوقت ده هو اللي ملحنها. طب ومين تاني قرينه؟ فتحي قورة. فتحي قورة ده بقى معجزة من معجزات الكرة الأرضية في الشعر، لكن برضو لأسباب متعلقة، يعني أسباب شخصية. احنا كلنا قرينا عشان ما نقعدش نخبط ويطلع لك واحد يقول لك انت بتألف وانت بتعمل وكذا. خلينا في الأغنية. أغنية جميلة، وأغنية خلت مصر كلها في الوقت ده تبقى زي القطيفة وزي ريحة القطيفة. والشعر والفن هما اللي بيحلوا من البلاد. ما فيش أي حاجة بتحلل البلاد، ولا السياسة ولا أي حاجة بتحلل الفن والشعر والمزيكا والأوبرا والنحت والحاجات الجميلة دي. ما فيش كلام أنا أقدر أقوله على الأغنية ديت غير إنها أغنية جميلة ولطيفة في سياق زمني جميل ولطيف، لشاعر مرعب وملحن مرعب ومطرب جميل. ودايما الفن هو اللي بيعلي، هو اللي بيجمل، هو اللي بيحلي، هو اللي بيوصل. الفن هو أقرب طريق للتقوى. صباح الفل.